السلام عليكم، واش راكم؟ لاباس؟ ان شاء الله تكونوا بخير في صحه جيده وعافيه. اليوم جبت لكم سلاك الحاصلين خفيف ظريف، تسلكوا رواحتيكم. اذا كتب ربي عندنا خبز الدار، خبز الدار وحاجه شابه وكامل الاسرار ديالو ان شاء الله. نحن نعطيكم واحد المكون هو السر اللي باش يخلي لكم هذا الهشاشه ويخلي لكم هذا الطراوه تاع الخبز. كما راكم تشوفوا انا درت خبز خرج لي فاصون بريوش. سبحان الله، ما كما يقولوا على نياتكم ترزقون. دوك نقطع معكم وتشوفوا ان شاء الله. هذا تحتاجوه بزاف في رمضان، هذا الخبز راكم رايحين تسحقوه بزاف بزاف كما يقول سيدنا رمضان ان شاء الله. هذا الناس اللي تحب الخبز وتاكل الخبز ما راش راح تستغنى عليه كامل. دوك نقطع لكم وتشوفوا معايا كيفاش يجي. انا حنقطع معكم هاوليك، شوفوا بسم الله وما شاء الله. يبارك ما شاء الله. يا ودي راهو يقطع واحد الله يبارك. شوفوا لي كيفاش جامد دار. الله يبارك الله يبارك ما شاء الله. شوفوا شتوه، شوف ما شاء الله ما شاء الله. شتو كيفاش؟ شوف الله يبارك. جوزوا تشوفوا معنا المقادير وجوزوا تشوفوا معنا السر تاع هذه الوصفه ان شاء الله. راني راح نمد لكم كامل الاسرار ديالها. السلام عليكم، واش راكم؟ لاباس؟ ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم عندنا وصفه جديده. عندنا اذا كتب ربي ان شاء الله عندنا وصفه خبز الدار. عندنا خبز تاع الدار، حاجه وصفه تاع خفيف ظريف. كما يقولوا حنا نقولوا له سلاك الحاصلين. هذه هي، حنا نقولوا له سلاك الحاصلين. هذه واش عندي المقادير عندي كاس حليب اللي يرفد لي 220 مليلتر. انا للامانه راني معمره كامل 230 مليلتر هكذا نسحقوه دافي. هاي كاسرونه باش ندفيه. عندي 450 غرام تاع الفارينه، وعندي مغرف تاع السكر تكون معمره مليح حوالي 30 غرام ولا 25 غرام، وعندي 40 مليلتر تاع الزيت حوالي 3 مغارف زيت زيتون. انا استعملت زيت زيتون. والسر تاع التخمار تاعو باش يخرج لكم شباب ويخرج لكم الخبز ديالكم ليس وطري. هاوليك فروماج ريجيم. اللي ما عندوش فروماج ريجيم يدير الرايب، اللي ما عندوش الرايب يدير كريمه سائله. انا مولف ندير كريمه سائله. اليوم حبيت نبدل. علاش؟ باسكو جاوني بزاف الناس تساؤلات جاو يسالوني في التعليقات، قال لك لي اعطينا البديل تاع كريمه سائله. البديل تاع الكريمه السائله هاوليك فروماج ريجيم. عندي 10 غرام تاع الملح هاوليك حوالي مغرف صغيره. عندي مغرف خل تانيك تحسين كمحسن. وعندي تانيك مغرف كبيره تاع خميره حوالي 10 غرامات. وعندي تانيك زرارع السانوج والسمسم اللي هو الجلجلان. ونسحق حوالي 4 ملعقه تاع خميره تاع الحلويات وحبه بيض بدرجه حراره الغرفه. دوك واش ندير؟ نروح ندفي الحليب ديالي. الحاجه الاولى كمرحله اولى ندفي الحليب ديالي هكذا. مور ما دفيت الحليب ديالي نجي نحطو لهنايا هكذايا. داكوغ. حاجه ثانيه واش نجي ندير الخميره تاعي هكذايا ونخليها تتفاعل لي. نخلطها ونخليها تتفاعل. نزيد نجيب السكر تاعي هكذا نرمي كلش ونخلط مليح ونخليه يتفاعل. نخلي هاد المكونات يتفاعلوا مليح. تحبوا تزيدوا شويه فارينه زيدوا شويه فارينه، هذاك الشيء يولي لكم داكوغ. دوك هكذايا مور ما تفاعلت لي الفارينه الخميره ديالي واش نجي ندير؟ نجي نكسر هذيك الحبه تاع البيض بسم الله هكذايا. خلط مليح مليح. نزيد نجي نرمي هذيك الزيت هذا هكذا. خلط ثاني. نجي نرمي الكاس الاولاني تاع الفارينه تاعي تاع الدقيق هكذا. نخلط جيدا
من بعد تزيدو تقعدو ترميو في الفارينه في راميجي. داكور هذا نزيد نرمي ثانيك. دوكا هنا كي رميتها هنايا نزيد نرمي دوكا الخل. نجي نرمي الخل ديالي ونخلط ثانيك. دوكا هنا ما نتحصلوش على عجينه ما تكونش متماسكه. اذا شفتوها رايحه متماسكه تحبسوا الفارينه. دوك كل واحد وفارينته كيفاش دايره. داكور كل واحد الفارينه تاعو كيفاش دايره. حنا مازال عندنا الفرomاج ريجيم مازال عندنا. دوك نجي نرمي كميه من الزرارع هادوك خلطوهم مليح هكذايا. هكذا خلو شويه للتزيين من الفوق. هكذا ونبدا نعاود نروح نخلط. دوك هكذا نجي نرمي هذيك لاليفر ديالي. انا عندي هنايا فيه حوالي بيسك خدمت به المره اللي فاتت يعني يجي فيه حوالي 5 غرامات هكذا 4-5 غرامات. هذا واش يجيب وخلطوا مليح. داكور هايدي يعني ساهل. هذا الخبز تاع الدار ساهل. الفارينه النوعيه تي 55 النوعيه تاع الفارينه سي تي 55. نزيد نجي دوكا نرمي هايديك. نجي نرمي هذيك البواطه تاع الفرماج ريجيم اللي فيها 90 غرام هكذا. هذا قلت لكم تستعملوه كمحسن او ميم طون واش تانيت يخمر لكم مليح يعاون في التخمار. دوكا واش نجي ندير نجي نرمي هذاك الملح هاوليك. واش نزيد ندير نبدا نزيد في الفارينه هايليك. راكو تشوفوا هنا الفارينه يعني ما لمتليش العجينه تاعي كيما راني حاب. بداو زيدوا غير بشويه وما تتحصلوش على عجينه متماسكه. راني قلت لكم تتحصلوا على عجينه يعني دوك تشوفوها على كل حال تلصق يعني تكون تتلاصق باش نحطها تخمر هكذا. هاوليك دوك هكذا ونزيد حتى نتحصل على القوام اللي راني حاب. هاي هي تهبلكم شويه بصح واش راح ديروا بصح نتيجه مرضيه جد مرضيه تاع الخبز هذا. داكور دوكا هاوليك شوفوا مور ما درت الفارينه انا ما عجنت ما والو. راني ما عجنتها ما مسيتها ما والو. داكور زدت لها الفارينه زدت لها حوالي 100 غرام. المهم شوفوا هاوليك العجين ها هو يلتصق شتوه هاوليك. المهم راكم تشوفوا العجين مانيش قادر ميم با نتوشيه. تالمو مانيش قادر نتوشيه راني جبت كوبات يعني ما عجنتو ما مسيتو. دوك واش ندير نجيب شويه زيت هايليك. ندهن يدي بالزيت زيت عادي هايك شويه برك هكذا. هكذا راكم تشوفوا ما عجنتو ما درت له حتى حاجه لميتو برك. راني نعاود يعني ماشي تروحوا تعجنوه هكذا. ندير بوله هكذا تاع خبز عاديه داكور. هكذا نجيب الاناء اللي درت فيه هنايا اللي خلطت فيه ونغطيه هاك. ونغطيه نخليه مده 45 دقيقه. 45 دقيقه لازم تكون تلاصقه لازم خليه 45 دقيقه هكذايا. ونعاود نوري لكم واش راح نزيدو نديرو. دوكا مور ما جازت 45 دقيقه شوفوا الخبز ديالي بسم الله هو ما شاء الله راكم تشوفوا التخمر تاعو. دوك واش ندير نحبط له التخمر ديالو هكذايا. هاوليك هنا تقدروا تستعينوا شويه بالفارينه مي بصح انا ما شكيتش نستعين بالخميره والله اعلم. دوك شغل انا نعرف كيفاش نسير معاه هكذا. نعاود نحبط له غير التخمار وجيبوا سنيوه تحبوا مدورات تحبوا مربعات تحبوا اللي ساعدتكم وديروا ورق الزبده ديالكم هكذا. هايديك ديروا هكذا ليسيو العجينه مليح. راك تشوفوا كي روبوزا دوك ما ولاش يلصق علاش
باسكو العجينه ديروا في بالكم قد ما تريح قد ما راهي تشرب قد ما يعني تتفاعل لنا، فهمتوني؟ هذه هي. دوك واش ندير؟ انا عندي هاولي بلاطو تاع بيتزا، راكم تشوفوا هادو لي بلاطو تاع بيتزا يا اخي تعرفوهم. نجيب العجين ديالي، واش ندير قبل؟ دابور ندير شويه زيت لهنايا هكذا، ندير شويه زيت في ال يعني البابي تاع ما تكتروش برك، ها حاجه خفيفه برك، ومشيو هكذا. علاش؟ باش يمشي لنا العجين تاعنا باش كي نفتحوه يمشي، هذا ما كان. هايديك علاش تجيبوا العجين ديالكم هاي وحلوا الخبزه ديالكم، ها حلوها عادي ما تخافوا منها ما والو. شغلك رايحين تحلوا كسره، شغلك رايحين تحلوا مطلوع، شغلك رايحين حلوا، شغلك رايحين تحلوا بيتزا هكذا. هذه هي هاي، ما تحلوش بالحلال باسكو علاش؟ تخسروه. هذه هي، فهمتوا؟ نعم. حلوا نتوما كيفاش راكو تحبوا، كيفاش حابينه. ما تحلوه بزاف خشين، ما تحلوه بزاف رقيق. علاش؟ كان تحلوه بزاف رقيق يجيكم يابس وتخسروه، تحلوه بزاف خشين يجيكم معجن، فهمتوني؟ هاي ها حل عادي. انا دوكا نحلو هاهي ونزيد نخليه يخمر تاني، نزيد نخليه تاني يخمر. تيجيكم بزاف شباب هذا الخبز، هايل هايل، يعني وصفة هذه ما شاء الله. هاي كان نقدر هكذا نكتفي بالحلان ديالو. دوك واش ندير؟ تحبوا دوكا نتوما ديروه كيما تحبوا ديروا له الديكور تاعو هكذايا، شوف هكذا، تحبوا تدوروا عليه باريزونط هكذا وديروا له هكذايا، وتزيدوا ديروا له هكذا، ولا كيما حبيتوا تخليوه سامبل. هذه هي. دوك انا هكذايا سيروا ديروه شكل دائري هكذا، شكل دائري، بينوا هذوك لي طراس هكذا. ونزيد نخليه كيما راهو هكذايا، نزيد نخليه يخمر هكذا، راكم معايا؟ دوك نغطيه ونخليه يخمر، نزيد نخليه يخمر ماشي بزاف، مدة ربع ساعة 20 دقيقة ماكسيموم. شوفوا الخبز ماشي مليح تخليوه يزيد يخمر بزاف، باسكو علاش؟ يطلع ومن بعد تزيد يطلع في الفور راه راح يترتق لكم ويفسد، يطيح، يعاود يطيح، داكور؟ إيبا ما تزيدولوش فوق ربع ساعة، يعني كي يترتق روحوا معاه 20 مينوت هكذا، كي يعني ماكسيموم روحوا معاه 20 مينوت. هذه هي هكذا. دوك انا نخليه يخمر ونعاود نولي معاكم. دوكا لهنا كيما راكم تشوفوا جبت صفار بيض هكذا، ونجيب شويه كريمه سائله كيما راكم تشوفوا هكذا، رميت حوالي نصف ملعقه كبيره، خلطوا مليح هكذايا باش يعني نديروه في الوجه تاع الخبز ديالي هكذايا. خلطوه بيان. هاوليك الخبز ديالي، شوفوا بسم الله وما شاء الله، شفتوا كيفاش عاود خمر. نجي دوكا بهذاك نجيب بانسو ونجي نمسح كامل هذاك الصفر تاع البيض والكريمه السائله هكذايا. سيو ما طيحوش تخمر، روحوا غير بشويه باش ما يطيح لكمش التخمر تاع الخبز هكذا. واللي يخاف يطيح التخمر كي قبل ما تحطوه يخمر ديروا الخبز ديروا الصفار ديالكم والكريمه السائله هذه، يعني هذه الخدمه خدموها قبل تخمر هكذا. دوك انا نمسحو كامل ونعاود نولي معاكم. واللي عنده الحساسيه من البيض واش يدير غير الحليب هكذا، ديروا غير الحليب، زيدوا ديروا له شويه جلجلان، شويه سانوج من الفوق هكذا، شويه برك يعني. وان شاء الله اذا حبيتوا نزيد نديره لكم بالسميد نزيد نخدموه بالسميد. هذا اذا راكم انتيريسي لا روسيت تاع يعني الوصفه تاع السميد نزيد نديره لكم بالسميد. دوكا نجيو للطياب، تبعوني مليح الطياب ديالو كيفاش نطيبوه. بالنسبه للناس اصحاب لي كويزينيير، شعلوا الكويزينيير تاعكم تسخن على نار تكون يعني فوق المتوسطه شويه، داكور؟ فوق المتوسطه. واش حاب يقول في فوق المتوسطه؟ يعني 200 درجه هكذا
فوق ال 200 حطوها 200 درجه هكذا، تخلوها تسخن مليح. يعني كي تخرجوها كي ديروه التخمار الدوزيام تاعو، ديروا هذه العمليه داكور. هذه العمليه ديروها غير تحطوا الخبز تاعكم في البلا ديالكم هكذايا وتخلوه يخمر المره الثانيه، تشكلوها. شعلوا الكويزينير تاعكم وخليها تسخن مليح على 200 درجه، يعني ماشي نار متوسطه، فوق المتوسطه. نتوما كي تجوا رايحين تدخلوا الخبز ديالكم، يعني خلاص في هذه المرحله راكم راح ندخلوا نقصوا له، ديروه نار متوسطه 180 درجه الطابق الثالث، يعني الوسطاني. هي تجي فيها الله اعلم 5، نتوما تحسبوا من تحت 1 2 3 وتحطوه داكور. تخلوه يطيب يا ربي 5 دقائق من تحت، راح يطيب، ومن بعد تزيدوا تشعلوا عليه من الفوق، راح يطيب لكم في ربع ساعه كحد اقصى، كحد اقصى هكذا. بالنسبه هذه للناس صحاب كويزينير. بالنسبه للناس اللي عندهم فور الكتريك، شعلوا عليه 180 من الفوق و180 من التحت، شعلوا الفونتيلاتور اذا كاين ودخلوه، يطيب لكم في حوالي 12 دقيقه. بالنسبه للناس اللي عندهم فور غاز كيما تاعي وفونتيلي، شعلوا الفونتيلاتور وديروه في الدوزيام ايطاج وخليوه على 200 درجه. غير نجو راح ندخلوه، الخبز نرجعوه ل 180 درجه هكذا. نشعل على 200 درجه يسخن الفور مليح، ومن بعد غير ندخل الخبز نديرو على 180 درجه في الطابق الثاني. وهاي ليك الطريقه، هاو ليك راهو 200 درجه. دوك انا راني شعلتو نديرو، هاي ليك راني دخلت الخبز نديرو على 180 درجه، هاو ليك في الدوزيام ايطاج. هاي دوك نريقليلو انا ربع ساعه كحد اقصى هكذا داكور. دوك على كل حال انا راني مشعل الفونتيلاتور يطيب من الفوق ومن التحت هكذا. هاو ليك مرمى طابلي. الوقت الدالي 15 دقيقه سوا، يعني 15 مينوت سوا. هذا هو الخبز ديالي. دوكا هكذا ما نتوشاش الخبز الدار، راكو على بالكم ما يتوشاش كامل، يعني جميع خبز ماشي غير خبز الدار كي يخرج سخون ما تمسوهش كامل. شوفوا تالمو الوصفه ناجحه، شوفوا بسم الله وما شاء الله. شوفوا كيفاش تشق تقسم تالمو، راه حاب يزيد يديفلوب الله يبارك. شوف وطريه، شوفوا شو الله يبارك. شو انا هداوين خرجتوه، هداوين ما نمسوش وخلاص. هذه هي دوك هكذايا، من بعد نجي نقسمه معاكم وتشوفوا هكذا. وهاي لك النتيجه النهائيه تاع الخبز كيفاش جا. بسم الله وما شاء الله جاني الله يبارك الله يبارك الله يبارك. شتو هذيك نيتكم ديروا خبز يخرج لكم بريوش هكذاك، شغل خرج لي لامون الله يبارك. نتمنى تعجبكم الوصفه وربي يجازيكم، وان شاء الله تدعموا الصفحه راهي كما يقول ما كاش كامل الدعم. الله يجازيكم، وما تنساوش تدعيوا لي الوالديه البابا ويما سورتو بابا الله يحفظكم. ما تنساوش تبارطاجيو الفيديو مع احبابكم وناسكم وجيرانكم ومعارفكم، وديروا جيم وكومونتيو لنا والله يجازيكم. وهاو ليك الخبز ديالي راني راح نزيد نقطع معكم، يعني مورسو كان سبق قطعت مع مورسو ديجا، نزيد نقطع لكم مورسو باش تشوفوا كيفاش جاني الخبز. هاو ليك كيفاش جا ما شاء الله. شوفوا الله يبارك الله يبارك الله يبارك. شوف ما شاء الله ما شاء الله جا ربي يبارك. يعني تبعوا برك الخطوات وباذن الله راح ينجح لكم ما شاء الله. شوف جا الله يبارك. شوفوا الطياب تاعو من تحت، يعني طاب سوا. ان شاء الله يعجبكم، وان شاء الله تسيوا الوصفه وتبعتوا لي التطبيقات ديالكم في لاباج تاعي انستغرام ولا فيسبوك رفيق السوفي، ولا انستغرام الشاف رفيق كوكينغ. راني نخليهم لكم في صندوق الوصف، وراني ان شاء الله اذا كتب ربي نستنى التعليقات ولي جيم ولي كومنتار. سلام صح.